أمك مفيش زيها. وعشان محدش يزعل من الكلام ده هنقول ازاي مفيش زيها. تعال نحكي من البداية، ومن البداية انت من دمها. يعني أمك لما شالتك 9 شهور في بطنها، يعني لما كانت هي بتاكل كنت انت بتاكل من أكلها. يعني الأكل المهضوم اللي كان بيخش بطنك على طول، الأكل ده في الأساس كان أكلها. وهي مش زعلانة وراضية، أقول لك دي كمان فرحانة إنك جوه بطنها. يعني من نقص في الكالسيوم والحديد، لا وكمان أوقات يجي لها زلال في رجلها، ومروحها كل يوم والتاني عند الدكتور بسببك، وأوقات بتكون لوحدها. ويا سلام لما حضرتك تشرف للدنيا وهي تحاول تنيمك عشان هي تنام، وانت ساعة تصرخ وساعة تلعب، المهم انك تبقى صاحي جنبها. يا سلام على برودك يا اخي، هو انت بتذلها؟ ولما تكبر وتمرض هي بتنسى كل اللي جنبها، مش بتفكر في اي حد، وبتكون انت اكبر همها. حتى وهي على فراش الموت، ايوه، ما هو انت يا ابني اصلا من دمها. وتلاقيها بصالك وكأنها بتقولك مش هتلاقي الحنية من بعدي، ومش هتلاقي قلبي يضمك زي قلبي. فعلا، لأن الأم لما بتموت صدقني مش هتلاقي صدر يضمك أحن من صدرها.